صباح الخير صديقي الفلاح صديقتي الفلاحة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتكلم عن ايه هي الأوراق المطلوبة عشان نقدر نقدم على كلية الزراعة. في الفيديو ده هتكلم تحديدا عن كلية الزراعة جامعة المنيا. طيب أنا من جامعة المنيا. بص يا صديقي، هي الأوراق المطلوبة في الغالب بتكون واحد على مستوى الجامعات، ولكن يفضل إن أنت تتأكد من الأوراق المطلوبة من الجامعة اللي أنت هتقدم فيها. تمام. طيب الفيديو ده هيفيدك في إيه؟ الفيديو ده هيفيدك في ان في بعض الطلاب بتغلط بعض الاخطاء وهي بتقدم او وهي بتجهز ورق التقديم، ويعني بيحصل شوية مشاكل. فانا في الفيديو ده هوضح لك ايه هي الاوراق المطلوبة وايه الاخطاء اللي ممكن تقع فيها. بس كده، يلا بينا نبدأ الفيديو. مبدئيا يا صديقي، هو المطلوب هنجهزه هو أصل شهادة الثانوية العامة. أصل شهادة الثانوية العامة بنستلمه من مدرسة الثانوية بتاعتنا. بعد ما بنستلمه بنصوره 3 صور. بس كده، ده بالنسبة لأول مطلوب. تاني مطلوب معانا وهو 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب. تمام. تالت مطلوب معانا وهي صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، يعني الوالد حضرتك. تمام. ده بالنسبة لتالت مطلوب معانا. رابع مطلوب معانا، هتجيب دوسيه أو حافظ بلاستيك يعني، علشان تحط فيه كل أوراقك وكل يعني كل الأوراق المطلوبة دي، وهتسلمها في الكلية بيه. تمام. لغاية هنا مفيش أي مشكلة. ندخل بقى على خامس مطلوب وهو أصل شهادة الميلاد الحديثة بالرقم الثلاثي. لازم شهادة الميلاد تكون بالرقم الثلاثي. يعني ما ينفعش يكون عندك شهادة ميلاد قديمة وتقدم بيها، ما ينفعش. لازم تستخرج شهادة ميلاد جديدة بالرقم الثلاثي، وهتصورها 3 صور. يعني هتقدم الشهادة الأصلية وكمان معاها 3 صور. تمام. سادس مطلوب معانا وهو بطاقة الترشيح النهائية. لازم تكون بطاقة الترشيح النهائية. يعني ما ينفعش على الموقع يكون كاتب لك اختار مبدئي اختار مبدئي، ده غير مقبول، مش هيقبلوك. لازم تستنى لغاية ما الموقع يديك إن دي بطاقة الترشيح النهائية بتاعتك. تمام. وكمان يعني بعد ما بتطلع بطاقة الترشيح النهائية بتطبعها في أي مكتبة وتصورها 3 صور. تمام. بس كده، ده بالنسبة للسادس مطلوب. السابع مطلوب معانا وهو 8 صور شخصية للطالب. تمام. ولازم يكون مكتوب عليهم اسمك رباعي والرقم القومي بتاعك. تمام. ما ينفعش تكون كاتب الاسم بس، او تقول ان انا هكتب بالقلم الرقم القومي على ظهر الصورة او ما ينفعش. لازم يكون الكتروني، تكون كاتب اسمك والرقم القومي الكتروني على الصورة. تمام. الكلام ده تحديدا لبتوع زراعة المنيا. ما ينفعش تروح وفي اي ورق ناقص، ما ينفعش نهائي. ليه؟ هتعرف لما تروح. يعني انا مش عايز احرج لك المفاجأة، بس هتعرف ان انت هتندم، يعني ندم شديد. لو رحت في اي ورقة او اي حاجة ناقصة، يعني هتتمرمط. وهتعرف ليه لما تروح. يعني لما تروح الكلية هتعرف ليه. وهتيجي تقول، يعني هتكتب لي في الكومنتات احنا عرفنا ليه انت كنت بتقول هتتمرمط. ويعني هتعرف. يعني ما تتسرعش. مش عايز احرج لك المفاجأة. تمام. فلازم الصور الشخصية يكون مكتوب عليها اسمك رباعي والرقم القومي. لازم. تمام. آخر مطلوب بقى ده للأولاد بس، البنات ملهاش علاقة بيه. تمام. ده علشان الكلية بتقدم لك يعني ورق إن أنت مأجل الجيش، وإن أنت مكمل دراسة يعني. تمام. وهو هتجيب استمارة نموذج 2 جند أو 3 جند. يعني لو ما لقيتش 2 جند، هي نفسها 3 جند، ولكن أنت بتروح بتطلب 2 جند. تمام. ما لقيتش ال2 جند بتجيب ال3. يعني هي إن شاء الله هتلاقيها، ولكن
لو ما لقيتهاش يعني. تاني مطلوب وهو استمارة نموذج 6 جند. طيب لو ما لقيتش ال6 جند هي ال7 جند. تمام، يعني احنا هنجيب 2 و6. ما لقيتش الاتنين هجيب 3 جند. طيب ما لقيتش ال6 جند هجيب ال7 جند. تمام. ما تجيبش ال2 و3 وال6 وال7، لا، هتجيب 2 و6. ما لقيتش الاتنين هجيب بديلها ال3. ما لقيتش ال6 هجيب بديلها ال7. تمام. وبس كده، دي كل الأوراق المطلوبة، وهسيب لكم كل التفاصيل الأوراق المطلوبة في الكومنتات. ادخل على الكومنتات شوفها وبس كده كده خلصنا فيديو النهاردة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اشترك في القناة وفعل زر الجرس. وبس كده، يلا، السلام.